اخواني اخواتي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما العاده نتمنى يلقاكم في احسن الاحوال. مشكل المواعيد في القنصليات الاسبانيه بالمغرب. الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان تؤكد انه كاين تجاوزات من طرف المكتب ديال البي ال اس في الناظور، وقس على ذلك باقي القنصليات ديال الدول الاوروبيه في المغرب. دائما كيكون الاستغلال بالابشع الصور ديالو، بالخصوص في الدار البيضاء وفي الناظور، للمواطنين اللي بغاو مواعيد باش يدفعوا الفيزات ديالهم. غادي نتشارك معاكم خبر اللي كيعري الواقع المرير، وكيبقى ما خفية اعظم في هذا الموضوع، وغادي نناقشوه مع بعضنا في هذا الفيديو، فتابعوه حتى الاخير. ومرحبا بالناس اللي انضموا جداد، شكرا بزاف على الدعم وعلى التشجيع ديالكم. كما كنقول دائما ما تنساوش لايك، البارطاج باش توصل المعلومه لاكبر عدد ممكن من الناس، والاشتراك في القناه الناس اللي كيشوفونا لاول مره، والمتابعه في صفحات التواصل الاجتماعي. هذا المشكل هذا طارح نفسه وموجود، ومع الاسف الشديد ما كيهضرش عليه الاعلام المغربي، وما كيهضروش عليه او ما كتهضرش عليه الصحافه المغربيه، يعني بشتى انواعها، سواء المقروءه ولا المسموعه ولا المرئيه. فكاين غياب الا بشكل نادر. اليوم كاين واحد الخبر اللي كيهضر على هذا الموضوع وكيعري الواقع. غادي نمشيو في هذا الخبر باش نعرفوا المآسي اللي كيواجهوها هاد الناس، وغادي يفهموني مزيان الناس اللي كيعيشوا هذا المشكل اليوم، او اللي سبق ليهم عاشوه، والناس اللي كيتسناهم هذا الشيء. خصكم تعرفوا الواقع اشنو فيه. غادي نهضروا على هذا الموضوع، ولكن اولا نسمعوا هذا الخبر هذا. اعلنت الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان بمدينه الناظور انها وجهت رساله الى القنصل العام لاسبانيا بالمدينه، وكذا الى وزير الشؤون الخارجيه، بشان عمليه احتيال مزعومه في المواعيد لتقديم طلبات التاشيره لدى القنصليه الاسبانيه بمدينة الناظور. وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان صحفي أنها استمعت إلى الأطراف المهتمة، وبحسب المنظمة كان من المستحيل تقريبا الحصول على موعد فردي عبر المنصة الرقمية BLS في مدينة الناظور، ونتيجة لذلك تم تنشيط شبكات غير قانونية للحصول على فترات زمنية باستخدام تقنيات التشفير مقابل مبالغ تصل إلى 500 أورو أو 5000 درهم مغربية للشخص الواحد. هنا الخبر كيهضر على القنصليه ديال اسبانيا في الناظور، قس على ذلك القنصليه المغربيه في الدار البيضاء، اكثر من هذا وحنا غادي نهضروا عليها، وحتى القنصليات ديال باقي الدول بحال مثلا ايطاليا حتى هما فيهم هذا المشكل هذا ديال المواعيد. خلينا نكملوا الخبر باش نشرحوا كل شيء مزيان الاخوان. وأشارت المنظمة غير الحكومية في الوقت نفسه إلى أنه يتم تعويض فحص ملفات طلبات التأشيرة من قبل الشركة المتعاقدة والخدمات القنصلية في حالة الرفض، وتشير الجمعية إلى فرض تكاليف غير مبررة على المواطنين مقابل خدمة لم يتم تقديمها، وفي حالة عدم وجود مواعيد منتظمة يضطر المستخدمون إلى استخدام الخدمة عبر شركة BLS، وهي تعادل نفس الخدمة ولكن بتكلفة عالية جدا. قلنا الاخوان على ان هذا المشكل هذا ما كاينش فقط في الناظور. الخبر كيهضر على الناظور، ولكن راه الدار البيضاء اكثر من هذا. الموعد في الدار البيضاء واصل ل 10000 درهم، 10000 درهم او 1000 اورو الا بغيتي للشخص الواحد، الا بغيتي موعد للقنصليه. هذا الجزء الاخير من الخبر علاش كيهضر على تجاوزات اكثر من هذا ولا اخطر من هذه، اللي هي انه من بعد ما تدوز انت من هذا الشيء هذا كله وتخلص فلوس كثيره وتحصل على الموعد ويتم الرفض ديال الطلب ديالك، باش تقدر دير ريكورس ولا تقدر دير شي حاجه في القنصليه كيخصك موعد اخر، وكتضطر تمشي انه هذه الخدمه هذه تخلص عليها BLS، وفي الحقيقه ما كديرهاش ليك هي، يعني غير كيمشيو لك فلوسك. وهنا اللي مخبي اكثر من اللي باين. علاش كنقول هذا الكلام اللي مخبي اكثر من اللي باين؟ قلنا على ان الناس واحد الموعد متاح للجميع، نورمالمون خصو يكون يعني مجاني ولا مقابل زهيد، نديرو حنا حتى ل 500 درهم ماشي مشكل. يستحيل الحصول عليه، تحصل عليه بوحدك، مستحيل. هذا اش كيعني؟ وهذه هي الفكره اللي بغيتها توصل، هو ان دوك الناس اللي مسؤولين على هذه المواعيد ما كيتيحوهمش للناس العاديين.
عندهم كونتاك مع بعضهم باش يحددوا ديك الساعه اللي غيطلقوا فيها هذه المواعيد. ودوك الناس اللي كيبيعوهم من طبيعه الحال كما شار الخبر، ماشي كلامي هذا، الكلام ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان اللي كتقول على ان كيستعملوا الروبوتات باش يتحيزوا على هذه المواعيد ومن بعد يبيعوهم للناس بمبالغ كبيره. هنا في القنصليه ديال الناظور الخبر كيهضر على 5000 درهم، انا اؤكد لكم انه في الدار البيضاء كاينه 7000 وكاينه 8000 وكاينه حتى 10000 درهم في القنصليه ديال الدار البيضاء مثلا. وهذا الشيء هذا كما قلت لكم قيسوه على القنصليه ديال فرنسا وقيسوه على القنصليه ديال ايطاليا. باقي الدول ما عرفتش، ولكن هاد الثلاثه هادو كلهم فيهم مشاكل. ربما في فرنسا وفي ايطاليا باثمنه اقل نسبيا، ولكن اثمنه مرتفعه يعني لان الموعد هو كتعتبر مجاني. ما تحلمش تحصل على موعد بقل من 3000 درهم في احسن الحالات. اما القنصليه ديال اسبانيا في الدار البيضاء راه قلت لكم كتوصل حتى ل 10000 درهم للباسبور الواحد، يعني للشخص الواحد. وهذا الشيء هذا كما قلت لكم غيفهموني فيه مزيان مزيان الناس اللي دازوا منه للي كيعيشوه اليوم. معاناه حقيقيه انه كتمشي ل4 شهور و5 شهور ديال التسنيه وكتخلص مبالغ كبيره بزاف. وفي حاله الا بغيتي دير خدمه من بعد الرفض ما كيمكنش ليك توصل للقنصليه، لان المواعيد ما كاينينش. ماشي ما كاينينش لانه يتم التلاعب بهم، وهذه هي الحقيقه. كيتعطاو الناس بفترات زمنيه، الناس محدده بفترات زمنيه محدده، وكيتستعملوا لهم روبوتات باش كيشدوهم، ما يقدرش يحصل عليهم الانسان بوحده. بزاف غيقول لك البدائل هما ما بغاوش يديروهم. نهضروا على بديل بدائي جدا وسهل جدا. علاش ما يتعطاوش هاد المواعيد للاشخاص بشكل حضوري؟ لو انهم بغاو يحلوا المشكل البي ال اس وما كانش كيتلاعبوا بهذا الشيء، علاش ما يعطيوش المواعيد للناس بشكل حضوري؟ كيفاش بشكل حضوري؟ واحد ساكن في بركان يركب ويمشي للمكتب ديال البي ال اس ويشد الموعد من المكتب من تما، يخلص لكن شي ما يخلص تما ويشد الموعد من تما بيدو. ويمشي الانسان من بني ملال الى الدار البيضاء، رحله ديال 3 السوايع ولا 4 السوايع بطوموبيلته ولا في المركوب، ويشد الموعد بشكل حضوري ويجي في حاله. لو انهم بغاو يحلوا المشكل، الا بغيتي دير هكا ما غيعطيوكش، يقول لك سير خذوا من المنصه، والمنصه ما فيهاش المواعيد. ماشي ما فيهاش المواعيد، يتم التلاعب بهم باش كيتوجهوا لواحد الفئه من الناس باش كتبيعها للناس العاديين بواحد الاثمنه مرتفعه جدا في حاله الى لقاها. والمشكل علاش ما كيتنشرش، علاش ما كذا، كاين التغييب ديالو من جهه، وكاين واحد المشكل من جهه اخرى، هو انه الانسان ملي كيعاني كاع من هذا الشيء هذا كيبغي يفك غير راسو، كيمشي يتقاتل، كيخلص دوك الفلوس الكثيره وكيدوز من تما وكانها طريق عابره، ما كيعاودش يطيح في المشكل. داك الشيء علاش الناس كتعاني في صمت وكيمشيو ليها فلوسها وصافي. مني هو غير يقضي شغله، ولا اللي تنسى راه تنسى، ولا لا ترفض راه ترفض، وكيمشي في حاله. فهذا هو الواقع المرير. مع الاسف الشديد اعتقد انه الا ما كانش تدخل من مستويات عليا ما غاديش يتحل، لان كاينه محاولات ديال انه مثلا التاشيره الالكترونيه الى دخلات ربما تخفف وكذا، ولكن راه كيبقى المشكل ديال التلاعب كاين لداخل في هذا المكتب، ومن يدري ربما من القنصليه من يدري. فلذلك نتمناو ان السلطات تتدخل في هذا الشيء هذا، وكذلك المواطنين اللي وقع لهم مشكل ولا كذا عملوا ديمانداس خوديسياليس في اسبانيا، عملوا دعاوى قضائيه اللي عنده الامكانيه باش يكون واحد النوع من الضغط على هاد الناس هادو باش يرحموا هاد الفئه اللي كتبغي تطلب الفيزات بشتى انواعها، سواء العمل، التجمع العائلي، يعني السياحه، كيف ما كانت، باش يعني يتحل المشكل، او تساهموا في حل المشكل. لان هادشي هذا كما قلت لكم فايت القياس. راه الخبر هضر غير على الناظور، راه قلت لكم الدار البيضاء حدث ولا حرج. ربما الرباط حتى هي فيها المشكل، ماشي بهذه الحده ولكن غيكون فيها المشكل. اذا هذا واحد القطاع اللي كيستغلوه واحد الفئه من الناس باش يتوجهوا دوك المواعيد لواحد الفئه اللي قادره تخلص. فالانسان مع الاسف الشديد كيكون داير تجمع عائلي عنده 4 الناس، راه كيخلص فلوس صحيحه باش يقدر يحصل على الموعد اللي نورمالمون هو مجاني، او لا خصو يكون مقابل واحد الخدمه اللي هي يعني بسيطه، او واحد المبلغ اللي هو بسيط لواحد الخدمه، فكيولي شاريه. وهذا من بعد المعاناه، ماشي موجود، من بعد المعاناه. وهذا الشيء هذا كما قلت لكم يعني ما بغاش يتحل،
او ما بغاوش يساهموا في الحل ديالو لغايه في نفس يعقوب. نتمناو الالتفاته لهاد الناس، لهاد الفئه من الناس، باش يتحل هذا المشكل اللي عاش واحد المده طويله جدا، راه تقريبا 6 ولا 7 سنوات باش هذا المشكل بهذه الحده. راه يلاه وصل للناظور بهذه الحده، راه في الدار البيضاء، واسطر على الدار البيضاء راه فيها المشكل من قديم الزمان بواحد الوتيره. يعني الناس كتكرفص بكل صراحه، الناس كتكرفص. فنتمناو التفاته لهذا الموضوع باش يتحل من عند السلطات لا المغربيه ولا الاسبانيه، باش هذا المكتب هذا يعني يحسن الخدمه ديالو، او لا يخلي الناس منهم القنصليه ما يبقاش يتلاعبوا بهم. تبقوا على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم.